السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين وفي خير يا رب كده، والسنة الجاية تكون عام سعيد علينا كلنا بإذن الله. هنعمل مع بعض النهاردة تورتة سهلة جدا وبسيطة للعام الجديد. قد ايه التورتة دي سهلة بدون يعني كيك اسفنجي ولا حاجة، ببيضتين بس هتقدري تعملي التورتة التحفة اللي انت شايفاها دي. قد ايه جميلة وسهلة، وهتاخد في عمايلها دقايق معدودة وتكون جاهزة معاكي. فيلا بينا ندخل بقى على الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو، حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في مقادير الكيكة بتاعتنا. أنا معايا كده بولة، هحط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ ونقطتين من الفانيليا، وكمان كوباية من السكر. الكوباية اللي استخدمتها كده كانت يعني المعيار بتاعها 250 ملي. هنبدأ نقلب البيض مع السكر مع الفانيليا كويس جدا. وعايزة اقولك ان مش شرط خالص تعمليها بمضرب كهرباء، ممكن تعمليها بمضرب يدوي عادي جدا او في الخلاط. وبعد كده هروح جاية حاطة نص كوباية من الزيت وكوباية من الحليب، وهبدأ برضو اخلط او اديها ضربة كده بسيطة. طبعا انا ضربت البيض مع السكر لحد ما لون البيض مع السكر بقى لونه فاتح زي ما شفتوا كده. بعد كده هبدأ احط رشة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل، والخل هنا بيديني هشاشة حلوة جدا للكيك. وبرضو هديها ضربة بالمضرب او بمضرب يدوي، طبعا مش شرط مضرب كهربا زي ما قلنا. بعد كده هنبدأ بقى نحط كوبايتين من الدقيق، والكوباية اللي عايرتي بيها الزيت والحليب والسكر هي اللي هتعايري بيها الدقيق برضو عشان تطلع معاكي الكيكة مظبوطة. بعد كده حطيت كيس كامل من البيكنج باودر 16 جرام، وبدأت حطيته كده على المكونات السايلة، ونبدأ نخلط بقى المكونات الجافة اللي حطيناها مع المكونات السايلة. قد ايه هيطلع معاكي خليط الكيك ده تحفة جدا جدا، والقوام بتاعه ممتاز. ينفع معاكي بقى في كل حاجة، تعملي منها تورت وجاتوهات وتعملي منها حاجات كتير جدا. فهنعمل النهاردة بقى التورتة السريعة اللي هنعملها مع بعض. جبت صينية مقاس 24، ورحت جاية مبطناها بالزبدة ورشة من الدقيق، ورحت جاية حاطة فيها الكيكة وادخلها الفرن على درجة حرارة 180. هنشغل من تحت الأول بس، وبعد كده في الآخر خالص هشغل لها الشواية. ده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. قعدت معايا حوالي ساعة إلا ربع في الفرن، لأن الطبقة بتاعتها سميكة شوية، هتاخد معاكي وقت شوية في الفرن. بعد كده هنبدأ بقى نسيبها تهدى تماما لمدة حوالي ساعة ولا حاجة، وبعد كده هنبدأ بقى نقطعها، لان لو قطعتيها وهي سخنة هتفرول معاكي. بدأت بقى اقسم الكيكة دي لطبقتين، وانت لو كنت عايزة تقسميها ل3 عادي برضو، لان هي ما شاء الله كانت عالية جدا. بس انا اخترت ان اعملها على 2 بس. بعد كده جبت بولة وحطيت فيها كوباية ونص من الكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه اللي حطيته كان خام، فحطيت سكر انا من عندي، حطيت 5 معالق كبار من السكر، وكمان حطيت كوباية ونص من المية الساقعة. ولو عايزة تبدلي المية بحليب برضو عادي جدا، انا حبيت اخليها اقتصادية اكتر فخليتها بالمية. ابدأي بقى كده اخلطي الكريم شانتيه كده مع المية كويس جدا لحد ما القوام بتاعه يبقى قوام هش كده زي ما احنا متعودين معاه. شايفين بقى فومي ازاي؟ هو ده المطلوب اللي احنا عايزينه. بعد كده جبت شربات خفيف، كان عبارة عن نص كوباية من المية وعليها نص كوباية من السكر، وسبتهم على النار مع عصرة ليمونة كده لحد ما بقى بالمنظر ده، وطفيت عليه 3 دقايق بس. طفى عليه وابدأي بقى سيبيه يبرد، واسقي بيه الكيكة بتاعتك. لو مش عايزة شربات ممكن تحطي حليب، مفيش مشكلة. هنبدأ بناخد بقى كمية من الكريم شانتيه ونحطها في النص كده بعد ما سقينا طبعا الكيكة بالشربات. ونبدأ بعد كده نحط الطبقة التانية من الكيكة، وبرضو هنسقيها بالشربات اهو زي ما انتم شايفين كده. يعني تعمليها معاملة الاسبونج بالظبط، وهي اصلا الكيكة والله يا جماعة فعلا هشة جدا زي الاسبونج. هتشوفوها وهتجربوها ان شاء الله، هتقولي لي رأيكم ايه في التعليقات. بجد كيكة او تورتة اقتصادية جدا، يعني مفيش تورتة ببيضتين ابدا، فاحنا هنعملها النهاردة ببيضتين بجد هتكفي ما شاء الله عيلة كبيرة. هنبدأ بقى دلوقتي كده ناخد بقى او نجلس الكيكة بتاعتنا من بره. يعني بعد ما عملنا خلاص الطبقة اللي في النص وحطينا الطبقة التانية بتاعت الكيك، هنبدأ بقى نحط طبقة تانية من الكريم شانتيه، ونجلس بقى التورتة بتاعتنا من الجناب ومن فوق كويس جدا. واهم ما في الموضوع ان انت تساوي كويس جدا الكريم شانتيه.
خلي الجناب تبقى متساوية الى حد ما، واهم حاجة عندي السطح كمان اكتر من الجناب. ساوي السطح بتاعها كويس باي حاجة عندك، بسكينة، بمعلقة، بسباتيولا، اي حاجة. ده كده شكلها خلاص بعد ما سوينا السطح بتاعها والجناب. هنبدأ بقى نشوف ايه اللي هنحطه على الجناب. انا اخترت هنا ان انا احط سوداني مجروش. ممكن تحطي انتي فرماسيل، ممكن تحطي بسكوت، ممكن واللي هو الويفر ده ممكن تجيبيه وتطحنيه وتحطيه. في حاجات كتير جدا. ممكن في حد بيحط برضو جوز هند يكون محمص تحطيه. الاختيارات كتير جدا ان انت تحطي في الجوانب، وممكن ما تحطيش حاجة خالص لو مش عايزة. هنجيب بعد كده الروزيتات دي نعملها كده على الحرف بتاع التورته، روزيتات بالكريم شانتيه. ونبدأ بقى في الطبقة الأخيرة، وهي عبارة عن كوباية من عصير البرتقال، ومعلقة من السكر، ومعلقة كبيرة من النشا. وهنبدأ نخلط الكلام ده كله مع بعضه كده الأول على البارد كويس جدا، وبعد كده هنرفعها على النار، ونبدأ بقى نقلب فيها كويس قوي على النار لحد ما تتقل معايا. ده كده القوام اللي احنا وصلنا له خلاص. تمام كده اهي، بصوا تقلت ازاي. بعد كده هنبدأ نحط معلقة صغيرة من الزبدة، ودي اختياري عشان تديها لمعة بس مش اكتر. لو مش عايزة تحطي زبدة ما تحطيش. اهم حاجة بقى انت تسيبي الصوص ده يبرد تماما، ما تحطوش على التورتة بتاعتك وهي سخنة، لانها هتسيح الكريمة. فسيبيها تهدى شوية لحد ما تبقى دافية بس على الاقل، وبعد كده ابدأي ينزلي بيها على الكريمة بتاعتك. طبعا حاولي توزعيها كده عشان يبقى السطح بتاعها متساوي، يبقى شكلها حلو كده ومتناسق مع بعض. بعد ما خلصنا خلاص كده توزيع الكريمة، هنبدأ بقى برضو نزين من فوق شوية. حطيت شوية من السوداني برضو كده على الحرف، والتزيين ده بقى بتاعك انت، يعني ابدأي بقى زي ما انت عايزة. انا بديكي يعني فكرة، وانت بقى ايه يعني اعملي على قد الامكانيات المتاحة عندك. جبت كمان شوكليت شيبس ورحت جاية حطاهم كده على يعني كدور تاني بعد السوداني، كمان رحت جاية حطاه. وبرضو ده باختيارك، يعني على حسب ما انتي عايزة. اخر حاجة بقى عملتها خالص في الجزء اللي في النص ده، رحت حاطة شوية فرماسيل كده من اللي هو او السبرينكلز اللي هو الملون. بس كده خلاص التورته بتاعتي بقت جاهزه وجميله جدا. تعالوا بقى نشوفوها من جوه عامله ازاي. قد ايه يا جماعه هشه جدا جدا وطريه، ده غير طعمها اللي كان فوق الرائع، يعني عجب ولادي جدا جدا. هنبدا بقى دلوقتي كده نطلع منها حته. عايزه اوريها لكم من جوه. شايفين بقى هي باينه، هي بتتحدث عن نفسها ان هي هشه جدا. شايفين؟ وما كلفتناش حاجه، وبسيطه واقتصاديه وجميله، وحتى كمان الوقت بتاعها كان قليل في عمايلها، ما خدتش معايا وقت خالص خالص. شايفين حلوه ازاي؟ بس كده يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ولو عجبكم اوعوا تنسوني في لايك وشير واشتراك للقناه، واوعوا تنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.